طالب غبي خرج من الامتحان بعد 10 دقايق، سألوه ليه خرجت بدري من غير ما تحل؟ قال لهم اصل ابويا قال لي لازم تطلع الاول. واحدة جوزها غاب اسبوعين وما رجعش على البيت، راحت على القسم علشان تعمل محضر وخدت ابنها الصغير معاها، فالضابط بيسألها اوصاف جوزك ايه يا ست؟ قالت له طويل واشقر وشعره اصفر وعينيه خضرة. فالواد الصغير بيقول لها يا ماما مش كده. قالت له اسكت يا ولا، خليهم يجيب لنا واحد احسن. بقول لك دكتور قلب طلع معاش، وفي حفل تكريمه حطوا صورته جوه قلب كبير. واحد من القاعدين عمال يضحك وقعد يضحك، سألوه بتضحك ليه؟ قال لهم اصل انا دكتور بواسير وطالع معاش بعد اسبوع. بقول لك ولد صغير راكب اتوبيس المدرسه وعمال بيغني ويقول اذا بابا حلو وماما حلوه انا هطلع عسل، واذا بابا ذكي وماما ذكيه انا هطلع ذكي. سواق الاتوبيس زهق منه قال له واذا بابا حمار وماما حمار هتطلع ايه؟ قال له سواق اتوبيس زيك. بقول لك دكتور جامعه بيقول للطلبه عنده في الجامعه كل واحد يكتب اسم حبيبه في ورق. بعد 5 ثواني الشباب قالوا خلصنا يا استاذ. بعد ساعتين البنات قالوا مفيش ورقه تانية. بقول لك واحد بلدياتنا عايز يتعلم الطيران، اشترى كتاب كيف تقود الطائرة وخد طيارة خاصة وطلع، فتح أول صفحة كيف تقود الطائرة، فتح اعمل 1 2 3 طلعت الطيارة، حب ينزل فتح الكتاب ليه؟ الهبوط في العدد القادم.